السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وروتين جديد، وربنا يجعله يوم جديد عليكم سعيد، وربنا يحقق لكم فيه كل امانيكم يا رب العالمين. فيديو النهاردة خفيف جدا وظريف كده، وكنت حابة اليوم قوي قوي قوي. انا من ساعة ما صحيت كده قلت ابتدي بقى اصور معاكم واطلع فوق السطح. اليوم دوت كان ما شاء الله عليه، في بركة جميلة جدًا، وفي هدوء كده في اليوم سبحان الله يعني. في يوم كده بتحسي إن في دوشة وقلق وتعب وكده وتوتر، وفي يوم من ساعة ما تصحي تلاقيه كده هادي وبيمر عليكِ كده بكل هدوء. هو بقى اليوم دوّة بقى. فالحمد لله، ربنا يجعل أيامنا كلها خير وبركة وراحة، وربنا ينوّر لكل واحد فيكم دعوته يا رب العالمين، والحاجة اللي بيتمناها. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي لكل إخواتنا في جميع البلاد اللي محتاجين الدعوة، ربنا ييسر حالهم يا رب العالمين. ابتديت كده أول حاجة، إيه قلت افتح الشبابيك يعني كده وهوي الشقة. ده شباك الصالة على المنور. بص، هو فيه إضاءة بس خفيفة. أنا بفتحه حتة صغيرة كده، مش بشد الستارة. هو أصلا بيدخل هوا بس، ولا بيدخل إضاءة ولا بيدخل شمس. وفتحت برضو كده الشباك بتاع الريسبشن، بس أنا بحط الستارة دي عشان البلكونات قريبة من بعض، والشباك اللي قدامي ال- الإز... ال- الألمونتال بتاعه إزاز يعني. فيعني باشوف جيراني اللي جنبي بقى في الإزاز، وجيراني اللي جنبي بيشوفوني في الإزاز بتاع اللي قدامي. فالمهم بقى كده ايه، باحب احط الستارة كده على طول، بس لما باغسل وانشر اروح شايلة الستارة واكون هقفل الشباك اللي جوه. برضو كده بصيت على الزرع، لقيت ان هو دبلان خالص كده، وفي ورق يعني يعتبر ميت خالص. ده الورق ده بحب انقيه وبشيله خالص كده. بص، هو مش باين قوي عشان الاضاءة، بس الورقة ناشفة اصلا كده وكرمشت على بعض، فبشيلها وبعد كده بسقيه. انا في اوقات بقصر كده شوية مع الزرع، ما بسقهوش عشان انا مش بحب اسقيه كل يوم. فاهمني يعني؟ عشان خاطر ايه، التربة بتاعته والجو شتا وكده. فاوقات انا بسقيه، اوقات جوزي، اوقات بنتي كده يعني. فالمهم، هو هنا كان بقاله كام يوم كده كان محتاج ميه، فنضفت الورق اللي مش حلو خالص فيه، وابتديت بقى اسقيه فيه. برضو الزرعه اللي فوق دي برضو بسقيها، واحنا رابطينها كويس ومعلقينها في الحامل بتاع الستاره، فمفيش قلق خالص ان هي تقع على حد يعني. فباسقيها برضو كده بعد ما نضفتها برضو، ونقيت اي حاجة فيها او اي ورقة مش حلوة، عشان كمان يبقى شكل الزرعة كده لطيف يعني، وشكله حلو. براعي طبعا ان مفيش اي حد ماشي تحت البيت. وهنا الشباك دوت اصلا بتاع اوضة حماية، فهو عنده زرع كده، فلقيت الزرع ايه، عايز يتزقي، فزقيته برضو من فوق. انا بزقيه يعني اوقات كتير من فوق، وبحب ازقيه من فوق كده عشان خاطر الورق تيجي عليه المية. يعني انا بقصد ان المية تيجي على الورق مش على التربة بس، عشان خاطر ايه، الورق كده شايفين يعني فرق ما بين الورقة اللي جه عليها مية ولا، والتانية اللي ما جاش عليها مية يتغسل يعني كده. زائد الزرعة التانية اللي عنده واللي عندي برضو. ودخلت كده لميت ايه، كنت لما يعني الغسيل ده من على الحبل قبل ايه ما يعني، انا اول ما صحيت لميت الغسيل. وبعد كده بقى ابتديت بقى ازقي الزرع يعني وكده. بص، هدوم جوزي عشان خاطر ايه فيها جواكت وكده، وعشان افضي مكان في الدولاب او اوفر يعني مكان. هبتدي اعلق الجواكت بتاعته كلها في الشماعات، او مثلا سويت شيرت كده ولا حاجه هبتدي برضو احطه في شماعات. انتوا عارفين برضو السويت شيرت اوقات بيتطبق، بيبقى التطبيقه بتاعته عاليه كده. فايه فايه بتاخد مكان يعني، ممكن تطبقي لك اتنين تلاته، تبص اليوم مالوا الضلفه ويقعوا. فافضل حاجه ان انت تحطيهم في شماعات. الجواكت بقى، السويت شيرت، البلوفرات التقيله، كل دوت في شماعات. هو دولاب جوزي اصلا فيه شماعه، وانا جيت فتره كده شلتها وعملت فيها رف، وبعد كده رجعت تاني عملت الشماعه، لان لقيت هي اللي بتاخد كميه هدوم اكتر، وان هي بتوفر لي مساحه برضو حلوه. فكنت عامله له كده الشماعه. فهبتدي بقى كده ايه، بص يعني، ولا باخد وقت بقى في التطبيق ولا في الرصد ولا في اي حاجه، الشماعه على طول. حتى البناطيل برضو بحطها برضو ايه في شماعه كده على طول، واروح معلقاها على طول كده في الدولاب، فبتريحني قوي قوي كمان. عشان خاطر التطبيق كمان بياخد وقت، فكده انا وفرت على نفسي وقت بقى. ابتديت بقى اروح بقى الهدوم بتاعه الولاد دي بقى اللي هطبقها. فانا دلوقتي بفكر دايما الدولاب، خصوصا في الشتاء، طب اعمل ايه عشان افضي فيه مساحه؟ طب اعمل ايه عشان يبقى الهدوم مرتاحه فيه ما تقعش؟ خصوصا هدوم الشتاء دي انتوا عارفين بتبقى عاليه كده في التطبيق. فدايما ايه، بعمل كده افكار في الدولاب.
اشوف ضلفة كده اغير فيها. يعني فاهميني، اللي هو بغير دايما كده ايه في الدولاب، واشوف طب الطريقة دي مش عاجباني، طب اعمل رف هنا، طب ازود هنا رف تاني. يعني مثلا في دولاب بيكون الضلفة كلها ما فيهاش غير شماعة، طب ما احنا ممكن ننزل الشماعة دي لتحت شوية ونعمل رف فوق. تمام. فاهميني، لو الضلفة كلها شماعة فاحنا نستفاد بالرف دوت نحط عليه حاجة تانية. فتشوفي دايما كده دولاب الأطفال برضو، تشوفي مثلا لو في ضلفة حاطين فيها حاجة مش بتستخدميها أوي تشيليها وتحطي هدوم للولاد. ضلفة حاطين فيها كتب برضو شايلين فيها كتب، لا تشيلي بقى الكتب تحطيها كده مثلا في ضلفة تانية أصغر مثلا ولا حاجة، وتستفادي بالضلفة دي تحطي فيها هدوم الولاد، عشان خاطر الشتا. الشتا بتكون هدومه كتير وغيراته كتير وكده. فانا دايما في الشتاء بقعد افكر بقى، لا اشيل ده من هنا واحط ده هنا. يعني كان عندي ضلفه في التسريحه بتاعه اوضه الاطفال، كنت حاطه فيها كرتونه وحاطه فيها بقى ايه كل بكرات الخيط بتاعتي، عشان انا بحب اشتغل هاند ميد وكروشيه وكده. فجيت لقيت ايه ان الحاجات يعني الخيوط دي في حاجات ادمت وفي حاجات ما بقتش حلوه وكده، حاجات قديمه. فابتديت بقى استغنى عن كل الحاجات القديمه اللي مش عايزاها، وايه واحط الحاجه بتاعتي كده في شنطة صغيرة كده، وحطيتها بقى في رف كده صغير. واستغليت الضلفة كلها، هي يعني كبيرة شوية، فايه حطيتها بقى للملايات. تمام. فملاية الأطفال، فاستفدت بصراحة منها وارتحت جدا ووفرت لي مكان. ده برضو البند ده يمشي على الكركبة. عندك كركبة في المطبخ، عندك كركبة في أوضة النوم، عندك كركبة في أوضة الأطفال. كل دوت يبتدي بقى كده تستغنى عنه وتشيليه وترميه، وتستغلي المكان بتاعه دوت بحاجة تانية انت تستفادي بيها، وتغيري بقى ايه في نظام الرصة من هنا لهنا لهنا. هتحسي ان انت ارتحتي اكتر. انا زمان كنت بحب ايه، عشان يعني بحب شغل الهاند ميد وكده، فدايما تلاقوني محتفظة بقى بحاجات بقى. لا ده انا هعمل لها شغلانة تانية، ده انا مش عارفة اعمل لها ايه. لغاية مع الوقت زهقت وبقيت برمي بقى في حاجات كتير كده، بستغنى عنها خلاص. دلوقتي كمان الحاجة بتشتريها اسهل واوفر. تمام. المهم انا كان عندي حفظتين سجاد كده كنت عايزه اغسلهم، وايه حطيت واحده كده بغسلها وحطيتها على البرنامج بتاع النص ساعه، وقلت بقى ايه تتغسل يعني كده. وبنتي راحت تجيب لي بقى فطار، كانت خلاص بقى خلصت امتحانات. والنهارده اليوم اللي انا بسجل لكم فيه ده، عشان الفيديو ده متصور بقى له يومين يعني. فالنهارده بقى اليوم اللي بسجل لكم فيه، ابني بقى خلص امتحانات خلاص كده. احنا بقى ما بقاش عندنا امتحانات بقى خلاص كده، بقينا نروح في اي حته ونيجي وبراحتنا. فالمهم بعت بنتي بقى ايه تجيب لي فول وطعميه وعيش، واحنا يعني المحلات دي بتكون قريبه علينا، فبتروح يعني تجيب لي الحاجه. وايه وجابت لي بقى كده، قلت انا اطبق شويه الغسيل واغسل المفرش الحافظه دي على ما هي تيجي. فجيت هنا قالت طعميه، واحنا بنحبها مقرمشه كده، هي مش محروقه هي مقرمشه، قلبها طري. فإن ما قرمشتهاش كده ما بيرضوش ياكلوها. وعملت خيار وطماطم وجبنة كده اهو، وعملت فول بالسمنة بقى وحطيت عليه كمون وليمون. وبنتي برضو جابت لي جرجير، فايه غسلناه بقى كده. وانا بعمل الفطار فكرت قلت ايه قبل ما احط المفرش التاني في الغسالة واغسله، اخده ونطلع نفطر فوق السطح. ففكرت الاول في دماغي، ظبطت الدنيا كده، وبعد كده بقول للبنات قالوا اه يلا يا ماما. قلت لهم خلاص تمام. حطيت الاكل على صينيه وخدت معايا ميه، واحنا كده كده اصلا كنا هنطلع للفراخ اصلا نحط لهم اكل يعني. فقلت ايه بالمره بقى اخد الاكل بتاعنا معانا واخد اكل الفراخ. هنا الجرجير اللي لما غسلته ونضفته طلع معايا جرجير، وكان في عيش فايض من اكلنا امبارح، وكان عندي كام ورق كده كرنب في التلاجة. كنت شايلاه للفراخ في التلاجة عشان ما يلمش دبان او هاموش او حاجه في المطبخ ويبوظ، فكنت حاطاه في التلاجة. فايه طلعت بقى كده كل حاجة بحطها كده بره تهدى شوية من التلاجة عشان متبقاش ساقعة اوي. وبعد كده باخدهم احطهم بقى الفراخ مع ربطة البرسيم بقى وكده، وبحط لهم برضو غلة ويقعدوا ايه ياكلوا بألف هنا وشفا ليهم، وربنا يبارك لي فيهم يا رب. تمام. دي حاجة. تاني حاجة بقى عايزة اقول لكم ان انا ما بحطش الاكل للفراخ على صينية ولا على طبق كبير، لان هما بيدلوه في الارض. تتصوري؟ تاكلي فين؟ خلاص بقى تاكلي فين؟ هتاكلي فين؟ هتاكلي فين يا بيحة؟ فوق ايه؟ فوق عند الفرخة ولا فوق السطح؟ هتاكلي انتي والفرخة؟ هتاكلي فرخة معاكي؟ خلاص رايحة فين؟ كنتش اصلا مقلوب. روحي هناك اقعدي هناك عشان تاكلي.
خليه يشوف. يلا يا بوسي. عسلات أمارات سكرات. انا وبناتي حبايبي التلاتة ربنا يبارك لي فيهم، وعندي اكبر منهم ياسين بس كان في الامتحان زي ما قلت لكم كده. واليوم ده كانت الشمس تيجي وتمشي تيجي وتمشي، بس ايه بقى يعني كان الجو حلو بصراحة، كانت السما مليانة سحاب بصراحة، يعني مش عارفة كانت بقى يعني هي ما مطرتش بصراحة، بس انا مش عارفة كانت مليانة سحاب جامدة جدا يعني. المهم بقى الفراخ بتاعتي ما بحط لهمش الاكل على صينية، ليه؟ لان هما بينكشوه بيحطوه في الارض. وفي مرة حصل معايا موقف كده اهو، ادي البنات التلاتة اهو وهنقعد بقى ناكل بقى. وجيت في مره حصل معايا موقف، كنت حاطه لهم الاكل على صينيه تمام كده، وايه بقى ما قعدتش بقى معاهم، يعني انا حطيت لهم الاكل وميه وكده وسبت لهم الاكل ونزلت. طلعت تاني يوم لقيتهم ان هم كافيين الطبق ده او الصينيه، يعني هي صينيه مفروده خالص كده، مش طبق غويط، لا صينيه مفروده زي الصواني الستانلس دي الواسعه دي، قلبينها على الاكل وما كلوش ولا شربوا. لان هم عايزين دايما ايه، الحاجه ليهم في الارض كده ينكشوها في الارض وياكلوا. حتى الميه برضو بيقلبوها، بضطر ان اوقات بحط لهم حجر كده تمام او زلطه يعني جوه طبق الميه عشان خاطر برضو ما يقلبوهوش. فبقيت بعمل ايه بقى، بحط لهم كده الاكل على الارض هما بياكلوه. وده كان عندي عيش كان بايت، ما ينفعش يبقى عيش صابح، عيش بايت. بصي الفرخه دي الوحيده اللي هي جريئه فيهم بتيجي تاكل كده ايه الأكل. فالعيش ده كان بايت بقاله يوم يعني، فايه بقعد افركه كده بايدي، فهما بيحبوه قوي يعني بالطريقه دي. الطبق ده اللي كان فيه الجرجير كنا اكلنا بقى خلاص، والجرجير الفاضل من ان انا حدفته لهم. وعايزه اقول لكم ما بيحبوا طريقه العيش دي قوي، سابوا الجرجير وقعدوا بقى ايه ياكلوا في العيش. الطريقه دي لو هتعمليها زي ما قلت لك ما ينفعش عيش صابح ولا عيش متأمر يعني، لازم يكون عيش ايه جايباه كده طري ومبيتاه في التلاجة. تطلعيه بقى من التلاجة كده يهدى شوية وبعد كده تفركيه. مبيتاه بره التلاجة، بس خلي بالك بقى لا يعمل عفونة كده ولا حاجة. المهم بحدفه لهم كده فبيجوا ايه ياكلوا بقى على طول. انا مش بحدف الاكل على الارض اللي هو هندوس عليه، لا انا عارفة ان هم هياكلوه كله يعني. ولما بنيجي نمشي وكده ما بندوس على الاكل خالص، هما بيخلصوه. بصوا سايبين الجرجير كده وقاعدين ايه ياكلوا في العيش، فانا بحدف لهم حبه حبه لغايه بقى كده ما يخلصوهم. والولاد بقى لعبوا بقى واتبسطوا فوق السطح، قعدنا حبه كتار قوي قوي. وسبت طبعا بقى الحافظه في الغساله، غسلت بقى واتنقعت وخدت راحتها. اول ما انزل بقى هاخد الحافظه دي الحافظه التانية اللي كنت هغسلها، بس انا قلت عشان مادام طالعه فوق السطح هاخدها بقى ايه معايا نقعد عليها. فجيت بقى ايه بعد ما خلصت خدت البنات بقى ونزلت وكده و وخدت الحافظه دي بقى ايه غسلتها مع الحافظه التانية تمام. فايه بقى بصوا الفراخ ما شاء الله ما شكلهم حلو جدا، وهم كده ايه بياكلوا العيش. هم بصراحة الايام دي يعني مريحين بيض، يعني مش بيبيضوا قوي. حتى هتلاقوا الفراخ ان هي ما فيهاش ريش دي بتكون مريحة بيض، لكن اول ما بتتكسي بقى كده وتتملي ريش يعني الفرخة وشها يحمر، يبقى كده تعرفوا ان الفراخ دي ايه ربت عنقود تاني وهتبتدي بقى تبيض. خدت كده المفرش نفضته خالص وخدته بقى في الغسالة، حطيت عليه اريال وميه وابتديت ايه اغسله. هو التاني بقى. وبعد كده يبقى انا كده غسلت ايه الحافظتين بتوعي النهارده. والبنات بقى دخلوا خدوا دش كلهم وكلهم بقى غيروا. انا بصراحه يعني بعد لعب السطوح ده وعد السطوح ببقى قرفانه شويه، فلازم اخلي البنات ايه يستحموا شتاء او صيف، يعني ياخدوا دش كده ويغيروا هدومهم كلها، لان بيلعبوا في الرمله بقى وبيمسكوا ده وبيمسكوا ده. فغسيل الايدين بس ما بكتفيش بيه، لازم بقى كده ياخدوا دش يعني كامل بقى. فهنا الحافظة الأولانية حطيتها كده بتتعصر، هنا أنا كنت بعصرها من الصابون. وبعد كده هغسل التانية وهعصرها برضو من الصابون، وبعد كده احط مية نظيفة واشطفهم بقى هما الايه هما الاتنين بقى خالص. وبعد كده ابتدي اروح انشرهم. البنات بقى لما غيروا كلهم بقى وخدوا دش، طبعا بقى الكون بقى عليا غسيل كتير فقلت ما بديهاش بقى. ابتديت بقى ايه يعني هنا انا كنت بحط المية النظيفة دي عشان اشطف الحافظات. وبعد بقى ما خلصت الحافظات قلت خلاص اخد هدوم البنات على الغيران اللي كانوا برضو الصبح بتاع جوزي يعني وابني، غسلتهم هما كمان ونشرت ومليت البلكونة كده هدوم الولاد والحفظتين. والحمد لله يعني ربنا يبارك في صحتنا ونعمل ايه كل اللي احنا نفسنا فيه لولادنا. مرضتش بقى انشر معاك ولا اغسل معاك الغسيل عشان الفيديو ما يطولش. وده كان فيديو النهارده، يا رب فيديو النهارده يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله.